فرس أصيل كبر واتربى في حضن صاحبه. كان جدع وصاحب صاحبه، مخلص له ومطيع. اتعود دايما يتفانى في خدمته ويشيل على ظهره أكتر ويتحمل، ومهما صاحبه حرمه من أوقات راحته كان برضه بيعذره ويتحمل. ولأنه مخلص وصبور كان صاحبه بيفضله على أي حصان تاني وبيهتم بيه لأنه أكتر حد بيتحمل. في يوم من الأيام تقل الحمل على ظهر الحصان فزلت رجله ووقع في حفرة. حاول يطلع لكنها كانت عميقة، حاول يعافر ويعافر عشان يطلع بس مفيش فايدة. كان منهك من كتر الحمول التقيلة اللي اتعود يشيلها. بدأ الحصان يتعب ويفقد قدرته على المقاومة. لما شاف صاحبه بيقرب اطمن، أخيرا هيجي وينقذه من الحفرة والخوف والضلمة. قرب منه صاحبه وكان بيصرخ على اللي حواليه. فرح الفرس الأصيل بأن صاحبه كمان أصيل وبينادي على اللي حواليه عشان يساعدوه وينقذوه. اتفاجئ الحصان إن صاحبه بيرمي عليه تراب وحصى وكل اللي معاه بيشاركوه. استغرب ليه بيرموا عليه بدل ما يساعدوه. حاول ينطر التراب من على ظهره ويبعده عن وشه، لكن كان حصاهم بيجرح جسمه. لما الحصان وقع في الحفرة صاحبه فكر شوية، حس انه كبر وما بقاش بنفس قوته ومش هيقدر يشيل ويحمل عليه زي ما اتعود، والحفرة عميقة وصعب يطلع منها. فقرر انه يتخلص منه ويجيب بداله حصان جديد يقدر يشتغل ويستحمل. بدأ يردم عليه هو واللي معاه. كان كل ما يرموا عليه التراب الحصان يوقعه من على ظهره وتزيد حيرته. وبرغم انه كان شايف بعينه لكن قلبه رافض يصدق ان صاحبه اتخلى عنه، وعقله مش قادر يستوعب القسوة دي وازاي قرر يتخلص منه بكل سهولة. فضل وقت مش قابل يستوعب الحقيقة لحد ما لقى التراب بيحاوطه فعلا وبقى بصعوبة بيتنفس. وقتها حس بالموقف واضطر يصدق اللي رفض كتير انه يصدقه. نفض عن وشه وظهره التراب وبدأ يرفع نفسه. لاحظ انه كل ما يرمي ترابهم تحت رجليه يعلى هو. بدأ يركز في وش صاحبه ويحاول يميز الكلام اللي بيقولهوله. كان بيصرخ عليه فعلا بس مش عشان يشجعه لكن عشان يقوله كفاية، ما تحاولش، مفيش فايدة. كان بيقوله استسلم، دورك انتهى، أنا مش هقدر أساعدك أو أعمل لك حاجة. كانت آخر حاجة ممكن يتخيلها الحصان الوفي أو يتوقع تكون دي مكافأة إخلاصه لصاحبه. بص الحصان في عين صاحبه وركز فيها، نسي لهفته وفرحته لما صاحبه بيقرب منه ويكلمه. ما بقاش صاحبه سنده ولا أمانه ولا قربه ليه بيطمنه. حس إنه قوي وصلب من غيره وجواه جسارة قلب اتوجع واتألم. قرر المرة دي إنه يتحمل لكن عشان ينقذ نفسه. بدأ يتحامل أكتر على نفسه واستمر يوقع التراب من على ظهره. لاحظ الحصان إن كل ما يرمي من على ظهره ويقف فوقه يترفع من جوه الحفرة شوية. فضل يعافر ويحاول وخلى ردمهم عليه تحت رجليه وطلع فوقه لحد ما وصل لمسافة ممكن ينط منها بره الحفرة. طلع الجواد الأصيل من الحفرة ووقف صالب نفسه وجها لوجه قدام صاحبه وبصله قوي. ارتبك صاحبه من المفاجأة، مش عارف يفرح ولا يزعل لأنه خرج منه. قال له حمد لله على سلامتك، كنت متأكد إنك هتقدر تطلع منها وتكمل معايا المشوار. بص الحصان لصاحبه لآخر مرة ودور وشه بعيد وجري، بس المرة دي من صاحبه. قرر يهرب منه وينجب نفسه، قرر يجرب سكة تانية، قرر يمشي في طريق مختلف يختاره هو. قرر إنه مش ناوي يعيش أسير للوهم ولا مستني رهن إشارة صاحب غدر وباعه في أول محنة. يؤسفني أقولك يا صديقي
إن الحصان في القصة دي هو أنت. في كل مرة بترفض تصدق الحقيقة وتجري ورا الأوهام، في كل مرة بتشيل أكتر من طاقتك عشان ترضي غيرك، والعجيبة إنه ما بيرضاش لأنه اتعود ياخد وما يديش. في كل مرة بتفضل مستني غيرك ينقذك، وفي كل مرة بتسمع لغيرك تسمح له يأذيك، وفي كل مرة بتهد في نفسك عشان تبنيهم وما بتصدقش نفسك ولا بتقدرها. في كل مرة بتأجل خطوة كان لازم تاخدها وطريق كان لازم تمشيه من غير ما تستنى رفيق ولا كلمة تشجيع. انت على أول الطريق، خد خطوة وابدأ، وبإذن الله هتقدر وهتكمل. محدش فينا موقعش، محدش فينا ما توجعش، المهم تقف من تاني أقوى وتكمل.